السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، نهار جديد وفلوق جديد. هذا الفيديو هذا غنشارك معكم في اخر اللحظات اللي كانوا عندي في المغرب قبل ما نرجع بحالي. صراحه دازت واحد الوقيته اللي زوينه بزاف، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. اليوم كان عيد ميلاد ديال اختي، فقلنا علاش لا ما نجمعوش العائله كامله ونحتفلوا به. وداكشي اللي درنا، اول حاجه قررناها هي اننا ما نديروهش في الدار، يعني نخرجوا هكا شي بلاصه اللي نبدلوا فيها الجو، ونبدلوا الحيوط، ونبدلوا هكا البلاصه باش اننا نتجمعوا ونضحكوا ونفرحوا. هذاك الشيء اللي درنا. حنا مشينا لواحد القهوه زوينه معروفه في السونتر ديال مكناس. قبطنا واحد البلاصه اللي ريزيرفينا على 9، صايبوا لنا البلاصه وكل شيء، دينا داكشي ديالنا ماكلتنا وداكشي ديناه معانا. صراحه كلشي دينا حنايا، هما فقط وجدوا لنا ليسباس اللي غادي نجلسوا فيه بالعدد ديال الاشخاص اللي غادي يكونوا بالكراسه ديالهم بكل شيء. وكذلك هذا المنتزه هذا فيه واحد ليسباس خاص بالدراري الصغار، فين كيلعبوا، فين كيفرغوا ديك الطاقه ديالهم، يعني ما يبقاوش غير جالسين معكم. صراحه دازت واحد العشيه رائعه رائعه بزاف. فرحنا ونشطنا وغنينا وضحكنا وبدلنا الجو. ما نكذبش عليكم، دازت واحد الجو زوين زوين بزاف. واهم حاجه عجبتني كيفاش صايبوا لنا البلاصه، كيفاش داروا لنا هذاك الديكور ديال عيد ميلاد، كيفاش رتبوا لنا الكراسه. مهم داروا لنا واحد ليسباس اللي خاص بينا حنايا، وكيف ما كتشوفوا جا واحد المنظر اللي زوين بزاف، جا بوحدو، يعني ما مخلطينش مع الناس كاملين، يعني كيبقى واحد ليسباس ديالك بوحدو. صافي هنايا تجمعنا كاملين، جاو العائله والحباب، تلاقينا هنايا وضحك لينا داكشي اللي قسم الله. دوزنا واحد الوقيته اللي كانت زوينه بزاف صراحه، اللي ما تنساش كاع في مره. ونخليكم مع هاد اللقطات، وكنتمنىكم ان شاء الله فرجه ممتعه. صراحة دازت واحد العشية لي توب توب توب، ما سخيناش، دازت غزالة بزاف. وكنقول لك من هنايا اختي عيد ميلاد سعيد، وكل عام وانتي بألف خير، والعقبة العام الجاي ان شاء الله ونجمعوا عاوتاني فشي حاجة اللي ما احسن. صافي هنا من بعد ما سالينا كلينا وعرقناها ديال بصح وشطحنا ونشطنا، عرفتي حتى ليسباس كان خاوي، خدينا راحتنا ديال بصح. صافي هنا جات الوقيته اللي جبدت لي كادو ديالها هكا، قلنا غادي نشوفوا لي كادو وداكشي. ومن بعد نضنا مشينا بحالنا. ولكن صراحة كما قلت لكم دازت واحد العشية اللي غزالة بزاف، والله يجمعنا ويجمعكم في صحة الخير. كيعجبني هكا لومبيونس اللي كنكونوا مع العائلة ونضحكوا ونشطوا، وكتكون ديك الضحكة والفرحة خارجة من القلب، فراه صراحة كدوز وقيته زوينة بزاف. صافي من بعد ما رجعنا للدار لغد لي الصباح، كنا مشيت لدار شيخي حيتاش كنت خاصني نوجد حوايجي غادي نمشي بحالي، انتهت العطلة. وهنايا مرت لوسي بغات توجد لنا الرفيسة، وقلت لها ضروري نصورك حيتاش هي سبيسياليست في الرفيسه او برماش، ما شاء الله عندها الرفيسه ديالها غزاله
وكتجي بنينه بنينه بزاف. وقلت لها ضروري ما نصورك، منها تبقى لا غوسيط عندي ومنها انني نشاركها مع البنات. اول حاجه بديت بها هي التشرميله اللي كتصايب الدجاج باش كتشرملو. درت فيه الملحه، سكينجبير، الخرقوم، ودرت واحد شويه ديال الابزار وشويه تاع الربيع، وخلطت كلشي هكا غير بالما جمعته. واهم حاجه هو راس الحانوت. الكميه ديال راس الحانوت كديرها شويه زايده، بحال ما مثلا الدجاجه دارت فيها 3 المعالق كبار ديال راس الحانوت. غير هي عندها واحد راس الحانوت يا سلام، كتجيبو بلدي من البلاد عندهم وكطحنوا على يديها. الصراحه راه المذاق ديالو لا يقاوم. صافي كتشرمل هكا الدجاج، كتخلط هذيك العطريه كامله غير بشويه الماء، وكتشرمل الدجاج كتخليه كيشرب العطريه. ومن بعد كتاخذ واحد الكوكوط كدير فيها البصله كتبقى على حسب الكميه ديال الدجاج. هنا درت تقريبا واحد الكيلو ونص ولا كيلو هكا ديال البصله. درتها في التحت ديال الكوكوط كيف ما كتشوفوا، درت الدجاج فوق منها وغادي تمرق. واحد لاستيوس اللي كديرها زوينه هي انها كدير المرقه كامله من الديبار، يعني كيف ما كتشوف كتعمر الكوكوط حتى الفوق، ما غاديش تعاود تزيد الماء كاع في مره. وهذيك العطريه اللي كانت بقات ليها في البانيو كتزيد عليها الماء هي باش كتمرق. من بعد ما كتطلع الغليه صافي زدت هنايا الثومه، ودرت هنايا مزيودات حارين، وحطات اللوز حتى هو كيتسلق. وغادي تسد عليها وغادي تخليها طيب. هي ما كتسدش الكوكوط، كتخليها تصفر، غير كتغطي عليها وكتخليها حيت الدجاج راكم عارفين دغيا كيطيب وما كاينش شي مكونات اللي بزاف. البصله حتى هي راه دغيا غادي تهبط. هنا غادي تصايب الكاشير، وكيف ما كتعرفوا الكاشير معروف بزاف في الجهه ديال مكناس، فاس، الخميسات، تيفلت، الجهه ديال وزان. المهم كاين هاد النواحي هادو اللي كيعرفوا الكاشير مع رفيسه. كاين بلايص اخرى بحال كازا، بحال الغرب، بحال بلايص وحده اخرين يعني عندهم الرفيسه اولا بورماش بلا كاشير. وحنايا صراحه الجهه ديالنا ديال مكناس ما يمكنش يكون الرفيسه بلا الكاشير. وخاصه عند مرت لوسي راه قلت لكم راه كتصرع الرفيسه وكتصرع الكاشير ديالها. بالنسبه للطريقه ديالو حتى هو سهله بزاف. خدات البيض، درت تقريبا واحد 6 ديال البيضات، درت معهم الكانسات والكبده ديال الدجاج اللي كانت سلقاتها. صافي غادي زدت عليهم الملحه والابزار وسكينجبير، شويه الخرقوم وراس الحانوت. درت معاهم ضامه ديال البنه، شويه ديال الثومه، ودرت المعدنوس، وطحنت كلشي في مولينكس. درته في داك المول وحطاته بوحدو كيطيب في واحد البريمه هكا بوحدو حتى كيطيب. من بعد جبدات اللوز اللي كان من بعد ما طاب راه فركاتو. وحاجه واحده اخرى الزيت كديرها هي اخر حاجه. كيف ما كتشوفوا حتى طابت الكوكوط، الدجاج راه طاب، المريقه راه اخترات، عاد زادت الزيت البلديه من الفوق وغادي تخليها تغلى شويه. وبالنسبه للحلبه فهي ديجا دايره الحلبه كتسلق ابار، يعني كاين بزاف اللي ما كيبغيش الحلبه وسط الرفيسه اولا بورماش. وهنايا خدات غير واحد شويه من بعد ما غسلاتها ونقاتها، دارتها في واحد الكموسه وغادي تحطها في الكوكوط غير باش كطلق داك المذاق ديالها. الرفيسه اولا بورماش بلا حلبه راه ماشي رفيسه، يعني كتخليها غير باش كطلق داك المذاق ديالها وديك البنه ديال الحلبه وسط المريقه. صافي ومن بعد غادي تحيدها. وكيف ما قلت لكم ديجا راه كاينه الحلبه ابار، يعني درت لنا واحد البراد ديال اتاي معشب جميل عشوب فيه، اللي الصراحه ما خلاناش كاع حسينا بديك التخمه ديال الرفيسه، ما حسيناش بديك الثقله ديال الماكله، وما حسيناش بديك النفخه اللي كتكون مور الماكله ديال الرفيسه ولا بورماش. صافي هنايا دازت انها تسقي لنا القصيعه اللي ما نكذبوش على الله جات بنينه، وخاصه انها ما دارتهاش بالملوي، دارتها بالرزيزه. راه جات كتحمق وجا واحد المذاق يا سلام، بقصعه على حقها وطريقها بلديه، والمذاق ما نكذبش عليكم جا كيسطي. وكنقول لها تبارك الله عليك صراحه. كيف ما قلت لكم الرفيسه ديالها لا يعلى عليها، هي اللي عندنا في العائله سبيسياليست في تحضير الرفيسه اولا بورماش. وكانت هذه هي غديوه ديالنا اليوم، صراحه تجمعنا عليها كاملين وكانت بنينه بنينه بزاف.
وهنا غنكون وصلنا لاواخر الرحله ديالي في المغرب. جا وقت الرجوع ان شاء الله. صافي هنايا فقنا الصباح بكري، كان عندي الفول مع 9:30 الصباح، يعني فقنا شويه الصباح بكري. صافي يلاه وصلت للمطار، درت شيكين، دفعت الباجاج، دفعت كلشي وخرجت. هنايا كنا كنتسناو الطياره. صافي جات الطياره، درنا الديبار. من بعد ما وصلت انا لقيت راجلي كيتسناني ومشينا شدينا الطريق للدار. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم وتكونوا استمتعتوا معايا واحد شويه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.